الجوله ال 31. الجوله ال 31 كلنا تقريبا فعلنا الفري هيت. اكتر من 600 الف لاعب للفانتسي فعلوا الفري هيت بتاعهم املا ان هم يجيبوا نقط كتيره الجوله دي. بس الصراحه الجوله دي ما كانتش قد المقام قوي، ووصل الافريج فيها ل 26 نقطه. ويعني خلينا نقول ان اللعيبه اللي كان عليها رهان كبير قوي ان هي تتالق ما عملتش حاجه، زي مثلا محمد صلاح، فيرمينو، لعيبه زي هازارد، زي فاردي، كل الناس دي، او حتى فريزر. وطبعا الحمد لله يعني الله اكبر عليه ويلسون اللي ما حدش فيهم عمل اي حاجه. ويمكن في التوقعات اللي قلناها الجوله اللي فاتت ما صدقش فيهم غير ساديو ماني اللي جاب 13 نقطه وظبط الناس اللي جابته. وللاسف انا ما كابتنتش ساديو ماني. بس عموما انا يعني جبت عدد مش وحش قوي من النقط، جبت 44 نقطة الجولة اللي فاتت، والاوفر اول رانك بتاعي عالي زي 50,000 مركز، فدي مش حاجة وحشة قوي. بس انا كنت الصراحة طمعان في اكتر من كده، كنت طمعان في فريزر وبروكس وطبعا ويلسون اللي اشيع ان فريزر مش هيلعب، رغم ان المدرب لما طلع في المؤتمر الصحفي ما اتكلمش على ان فريزر يعني هيتم استبعاده او ممكن ما يلحقش المباراة. بس فريزر لعب وما عملش اي حاجه، واللي جاب كينج هو اللي كسب، اللي جاب هدفين. ويعني يلا الحمد لله. انا قلت هات فريزر، ولو فريزر ما جابش نجيب بروكس، يعني واحد فيهم هيتألق. يعني لو فريزر بيلعب هيتألق، ولو فريزر مش بيلعب يبقى بروكس هو اللي هياكل الجو. والحمد لله ما فيش اي حد فيهم عمل اي حاجه. بس ما علينا، يعني الحمد لله ما عنديش غير دين ومانيه ولندن، هم دول اللي يعني عملوا لي شغل الجوله دي قوي. بقيتهم اتنين بتاع وكده. قررت ان انا كابتن برضو صلاح، قلت خلاص المباراه الجايه حلوه قوي ضد فولهام وهيديها. قلت بلاش مانيه، قلت كابتن مانيه ولا صلاح، مانيه ولا صلاح. قلت لا خلاص خلينا في في صلاح، عشان انا لو كابتنت مانيه صلاح هيتالق ويخليني يعني. وبالفعل الحمد لله كابتنت صلاح وما عملش اي حاجه، ومانيه هو اللي اكل الجو. بس عموما الجوله الجايه الجوله ال 32 والدبل جيم ويك. الحلقه النهارده هتبقى ترشيحات بشكل مختلف شويه. احنا عندنا كذا فرقه، مثلا 5 فرق هكلمكم عليهم يعني، ولعيبه تجيبوها منهم. مش هتبقى بقى حراسه مرمى وخط دفاع وخط نص والكلام ده. هقول لك الفرقه واللعيبه اللي انت تجيبهم منهم على طول. خلينا بقى نبتدي في توقعات الجولة الجاية. بس قبل ما نبتدي طبعا ما تنساش تعمل جوين للليج بتاعنا، هتلاقي الكود صاير قدامك دلوقتي على الشاشة، وتعمل لايك للحلقة وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس عشان يوصل لك فيديوهاتنا اول ما تنزل. اول فرقه عندها دبل جيم ويك واللي كلمناكم عليها تقريبا من 4 حلقات، مانشستر سيتي. هي احسن فرقه عندها ماتشات في الفتره دي، هيلعبوا فولهام وكارديف سيتي. فبنتكلم ان الدنيا تمام ووردي والسكه خضراء لفرقه جوارديولا، ولعيبه ممكن تجيبهم بشكل كبير قوي قوي. لازم تجيب واحد من العناصر الدفاعيه او عناصر الكلين شيت. برشح لك بشكل كبير ادرسون، او ممكن تفكر في لابورت، بس ادرسون اضمن الصراحه واكيد هيلعب. فانت لو عايز تراهن على كلين شيت هات ادرسون. تاني واحد برضو من مانشستر سيتي اكيد لازم تجيبه ستيرلينج، اللي بيمر بفورمه استثنائيه سواء مع فرقه مانشستر سيتي او مع المنتخب، وشفناه طبعا في الانترناشونال بريك كسر الدنيا وسجل في المباراتين اللي لعبهم مع انجلترا. وطبعا اخر واحد هو اجويرو اللي برضه لسه بيمر بفتره مش وحشه، وهو هداف الدوري لحد دلوقتي برصيد 18 هدف. فالثلاث لعيبه دول راهن عليهم بشكل كبير. ممكن لو انت عايز يعني تجرب وتدي مثلا ريسك شويه، ممكن تجيب لاعب زي ديفيد سيلفا. بس غير يعني الاربعه دول يعني ما تروحش قوي من مانشستر سيتي. تاني فرقه من حيث سهوله المباريات هي فرقه تشيلسي. عندهم المباراه الجايه ضد كارديف سيتي وبرايتون البيون. فيعني فرقه زي تشيلسي انا برشح لك انك انت ما تجيبش غير 2 مثلا او 1 كمان بحد اقصى. ممكن تجيب ديفيد لويز لو انت بتراهن على الكلين شيت، وتجيب ايدن هازارد لو انت يعني عايز
يعني تطمع شويه في نقط الاهداف. ما عندكش اظن غير هازارد هو اللي انت هتراهن عليه بشكل كبير. تالت فرقه ممكن تشتري لعيبه منها هي فرقه مانشستر يونايتد، اللي عندها مباراتين يعني نص نص. مباراه مع واتفورد واللي اظن هيبقى فيه دومينيشن للمباراه دي من مانشستر يونايتد بشكل كبير، وتاني مباراه مع فرقه وولفرهامبتون اللي طلعتنا من الكاس 2-1 طبعا زي ما انتم فاكرين، شفنا خيمينيز وخلافه. فممكن تجيب بوجبا وراشفورد، ولو انت عايز تراهن على حد من الدفاع ممكن تجيب مثلا لوك شو. بس اظن يعني ان مانشستر يونايتد يعني الهزيمتين اللي ورا بعض دول هيحلوا المشكله دي، وهيرجعوا اقوى من الاول في اسبوع مهم جدا لمانشستر يونايتد، لو مانشستر يونايتد عايز ينافس على مقعد مؤهل للتشامبيونز ليج. رابع فرقه عندها دبل جيم ويك وممكن تراهن على لاعب بعينه هقول لك عليه طبعا انت عارفه، هي فرقه توتنهام اللي عندهم مباراه صعبه جدا ضد ليفربول، ومباراه تانية اسهل شويه ضد كريستال بالاس. وبالنسبه لفرقه توتنهام اللي ما كسبوش في اخر 3 ماتشات لعبوها في الدوري وبيقدموا اداء مش حلو اطلاقا، فورمتهم مش مشجعه انك انت تجيب لعيبه منهم غير طبعا هاري كين اللي سجل في ارسنال وسجل في المباراه اللي فاتت. فهاري كين لو انت عايز تستفيد من الدبل جيم ويك بالنسبه لفرقه توتنهام ما عندكش غير هاري كين. خامس فرقه معانا هي فرقه طبعا كريستال بالاس اللي عندها مباراه صعبه ضد توتنهام، والمباراه الثانيه عندها هدرسفيلد. ممكن تجيب مين من كريستال بالاس؟ ممكن تجيب وان بيساكا اللي صحيح عليه علامه حمراء او ممكن ان هو في شكوك ان هو يلعب، بس هو تم استدعائه للمنتخب عادي جدا ومفيش اي مشاكل. ممكن تجيب وان بيساكا، ممكن كمان لوكا ميليفيوفيتش اللي بيشوط ضربات الجزاء ومفيش فرقه بيتحسب لها ضربات جزاء اكتر من فرقه كريستال بالاس. وممكن تجيب كمان في خط الهجوم زاها اللي يعني بيقدم فورمه استثنائيه في اخر كام مباراه، بيسجل اهداف وبيروح. واظن ان المباريات الجايه وخصوصا مباراه هدرسفيلد زاها هيبقى له كلمه كبيره جدا في المباراه دي. اخر فرقه ممكن تجيب منهم لعيبه هي فرقه برايتون البيون، واللي عندها تريبل دبل جيم ويك. عندهم دبل جيم ويك في الجوله ال 32 وبعد كده هيريحوا طبعا في الجوله ال 33 ما عندهمش ماتشات، وبعدين يجوا الجوله ال 34 عندهم دبل جيم ويك، وعندهم في الجوله ال 35 دبل جيم ويك. ففرقه زي برايتون البيون اظن انك انت ما تراهنش قوي على خط دفاعها، تراهن اكتر على لاعب زي موراي او مثلا زي إيزيكويردو. بس اظن روح خليك مع موراي وان شاء الله يعمل شغل كبير. ولو انت يعني بتراهن او عايز تراهن على فرقه مثلا تشتري منها لعيبه شويه، ممكن برايتون البيون بحكم ان هم هيلعبوا طبعا 6 ماتشات في 3 جولات، ففرقه مش وحشه. لو موراي فايق وفي حالته هيبقى منجم نقط كبير جدا، واكيد هيعلي الاوفر اول رانك، وخصوصا ان هو ديفرنشال كبير. بس يعني برضو ده ريسك شويه، بس ممكن تفكر في التفكير ده. بالنسبه بقى لخيارات الكابتنه في الجوله الجايه والناس اللي بتفكر تفعل التريبل كابتن، لازم لو عندك حد من اجويرو او ستيرلينج تديله تريبل كابتن. ممكن تفكر كمان في تريبل كابتن كين، وممكن برضو تفكر في تريبل كابتن بوجبا للجوله الجايه. الفرق اللي انا قلتها لك دي ممكن تعتمد بشكل كبير عليها لو انت ناوي تفعل فري هيت، او حتى لسه الاستراتيجيه بتاعتك انك انت تفعل وايلد كارد. بس خلي بالك ان الجوله ال 33 هيبقى بلانك جيم ويك، مانشستر يونايتد وفرقه طبعا زي مانشستر سيتي مش هيبقى ليهم ماتشات قوي، فما تبنيش فرقتك لو انت هتفعل وايلد كارد على الفرق دي بس. لا، خلي عندك تنوع شويه بحيث انك انت يكون عندك على الاقل مثلا 10 لعيبه هيلعبوا الجوله الجايه، وبالتبديل ممكن تبيع لاعب وتشتري لاعب هيلعب في الجوله الثالثه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه والجوله ال 33. وما تنساش ان ال 33 هتبقى بلانك جيم ويك، ولو عندك اي استفسار عن اللعبه سيب لي تحت في الكومنتس وانا هرد عليك، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. ويلا فن.